مشكلة بعد يومين للعملية أنا حالتي تعبانة على الآخر وصار عندنا مشكلة إنه يمكن يطلع شو معنا يا يحيى؟ كورونا. فزراعيمي كتير عم يجعوني ويحيى عم يسعل وحاس حرارته كتير طالعة، فدقيت للحكيم قال لي أكيد ما فيك تعملي العملية إذا معك كورونا، فروحوا عملوا فحص الكورونا وهذا الشيء اللي رح أعمله هلا. وصلنا زمان على الشيء. صباح الخير وايس فاميلي، كيفكم يا احلى عائله؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اوكي، هذا الفيديو بدي اقعد احكي انا وياكم، ندردش نحن وياكم ونفرجيكم ليه كنا غايبين تقريبا 9 ايام عنكم. بس قبل جايز اذا انتم جديد على القناه ما تنسوا تشتركوا بالقناه، كونوا من عائلتنا، تابعونا على الانستغرام، حتى كمان على السناب شات وكمان على التيك توك، لانه عم ننزل كل التفاصيل صراحه على السناب شات، عم بتكونوا معنا اول باول، فهدول هن حساباتنا، تاكدوا انكم متابعينا واشتركوا بالقناه. اوكي جايز، فنحن اول شيء بلشنا انه لازم نعمل فحص دم اللي هو بروجسترون تيست ليشوفوا شو يا سحر لحتى يشوفوا نسبة مثلا قبل اي في اف او عملية زرع الانبوب. بتعرفوا يعني هدول اشياء طبية وخاصة للمرأة، يعني ما فينا نحكي فيهم بالتفاصيل هون، ميبي على قناتي، بس انه ميبي على قناتي بحكيهم صح. لا قصدي بس الملخص من هيدا التيست بنعرف شو الابر اللي لازم تاخذهم سحر، قد ايه قوتهم لازم يكونوا، عشان بعد 5 ايام بالضبط لازم شو يصير، لازم يرجع يعمل لي صورة الحكيم لحتى يشوف كمان نسبة البيض والبويضات عند المرأة. خلينا نشوف بهالاسبوع شو صار معنا وبنرجع لكم. يلا. برافو ولا سيستر؟ برافو. برافو. يا عمرنا اليوم داي 1 رح نبلش، حنجرب نجيب بيبي لإلك. اوكي؟ بدك تهتمي بالبيبي اذا اجى البيبي، بدك تعمل له هيك، بدك تعملي له rocking my baby like a tree، بتعمل له يلا تنام يلا تنام. صح؟ كيفك تعمله؟ فرجيني يلا فرجيني. excited انت؟ وقفنا نجيب مناقيش لانه فحص الدم ما فيكم تعملوه على الريق، لازم تعملوه انتوا اكلين. الله شو هالمنقوشه يا خال الغير شكل. زبطولة بلا جبنالك يا ميمي اكيد. معقول انا جيبولي؟ شو انبسط هي ميراندا يا الي لماما. يلا الي. يا جماعه بس شوفوا لي هالمنقوشه الغير شكل، شو هالمنقوشه. اوكي يا جماعه، كثير بعتوا لي على الانستغرام وكنتوا عم تسالوني يا سحر شو اسمه الحكيم، شو اسمه الحكيم. شو بتعملي؟ سي هاي يحيى. صرت له لبي انت قول هاي. فالشغله اللي بدي اقول لكم اياها، كثار سالوني وين الحكيم، الحكيم موجود بمنطقه بيروت، الاسم ما رح اقول عنه هلا لاسمه، ليش؟ لانه هيدول العمليات بالتحديد يعني بتعرفوا بايد رب العالمين، في نجاح 50% وفي مش نجاح 50%، فانا اذا طلعت وقلت لكم اسم الحكيم ولا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله فشت العمليه، رح تيجوا تقولوا لي يا سحر هيدا الدكتور منه شاطر وما بعرف شو، انا هيك يعني سوري من كلمتي رح سود له اسمه يعني، بس هو كثير شاطر الدكتور، وبالنهايه بايد رب العالمين. ان شاء الله اذا نجحت العمليه وكل هدول التفاصيل رح اقول لكم مين ورح انصحكم فيه، وانا من اصلا من هلا بنصحكم فيه، بس ما رح اقول اسمه لانه ولا انه احتراما له ولمركزه وهيك. في دكاترة كتير موجودة بلبنان، بس بدكم تختاروا دكتور تأكدوا منيح كتير منيح، خاصة بهيدا الموضوع انكم تعرفوا كل شي عنه، انتوا فهمكم كفاية، فهمتوا علي، تعرفوا يعني 100% عم يشتغل الحكيم، فانا هيدا كتير بوثق فيه للحكيم. ان شاء الله يا رب تنجح العمليه، ادعوا لي، اكتبوا لي دعواتكم تحت بالتعليقات وبقول لكم عنه وبعرفكم عليه وكل شيء. ثانك يو جايز، وحياة الله شكرا لانه دائما عم تبعتوا لي على السناب شات، وانا على فكره معكم على السناب شات، فاذا مش متابعينا على السناب شات الرابط تحت محطوط، تابعوني لانه عم نزل كل يومياتي تحت، كل شيء يعني كل الرحله الجيرني اللي نحن عم نعملها هلا كمان عم تتصور على السناب شات. يلا وصلنا. يحيى. شو يحيى؟ كيفك؟ شو؟ كيف الحماس؟ كثير منيح الحمد لله. شو مين يا حبيبي عم ببوس ايد بيا يا عمري انا. شو كيف المعنويات ست سحر؟ انت سترونج. يس. دغري بس شوف مسكت ايده لبابا دغري. ريدي سحر؟ يس. بدك كمان انت نيد الباترفلاي؟ ميمي تعطيني باترفلاي، انت ترسمي لي باترفلاي لما اخلص؟ ايه؟ See, it's easy. هيا ماما. خلصت ماما.
حط لها هابي فيس لماما. هلا هي حط لها هابي فيس. ترسمي لها انت لماما على ايدها. تعالي انت هابي بدك انت فيس. تعمل دروينج؟ واو شو هالهابي فيس الحلو. لا 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 رائع يا ميمي رائع. يلا خلص ماما بكفي. ثانك يو. ترسم لي بس هي عم ترسم لي هابي فيس. ايه هلا صرت تحب البطل. هلا ما وجعوك عم بتقول له لخاله انه ما وجعوني. ما وجعوك؟ شاطرين هن صح؟ من بعد ما عملنا الفحص وطلعت نتيجة الدم، ميمي كانت معنا وكله كان رواق وغيره. الدم فحوصات الدم كانوا بيرفكت، كله تمام معي. النسبة المطلوبة لحتى يعملوا فحص الطفل الأنبوب أو لحتى يعملوا بالأحرى طفل الأنبوب كان كله تمام. الحكيم قالنا إنه صار فينا نبلش بإجراءات الأوبر. فعلى 5 ايام صار بدي اعطي اوبر لسحر. شوفوا شو صار. اوكي يعني انا يحيى اليوم هو الدكتور اللي هو راح يعطيني الاوبر. بحكم انه هو اختصاصه كمان انه كان بسنان وما سنان بيعرف بالاوبر. بعدين ما قلت اعمل لي بوتوكس وفيلر. بدي اعملها ببطني حبيبي صح؟ ايه بحبه. هنا حاطين تحت الجلد. تحت الجلد يعني وين فينا نعملها؟ يعني تحت الجلد وين فينا نعملها؟ تفضل. تحت الجلد زي رجلين ايدين بس بحس انه عشان سوري عم بركز بشغلتك. لا لا اتس اوكي خذ وقتك. الله اكبر يا رب. تخوف يحيى؟ لا ليش بدك تخوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اي اوه عم يحرق بطني عم تحترق. خلصت؟ سوري. اوكي. رح اوزع. اوه عم تحرقني يحيى. اتس اوكي. تحرق. عن جد؟ اليوم الثاني جيت اخذ الاوبر كرمال بلش فيهم. اليوم جبت كل الاوبر حطهم عندي بالبيت صراحه بالبراد. اهم شيء ضلهم بالبراد. وهلا افرجيكم كل التفاصيل. يلا نحن مستمرين بالعلاج. شو يا يحيى كيف المعنويات؟ منيح الحمد لله. انت كيف المعنويات؟ انا تمام والله رائعه معنوياتي. يأس شوي؟ خايفه. لا ان شاء الله خير. والله صعبة مش هينة هيدا مش هينة ابدا. كثير صعبه. بتعرف ضيقة النفس هلا اسال شيء بهالشو مدوره الاي سي انا هلا دورتيها؟ ايه هلا دورت. انا كثير عم ببرد وشوب ابرد وشوب. هاي نرجع للحكيم. يس بدنا نفحص Yes. وبدنا نشوف if everything's okay. ان شاء الله يا رب. قولي يا رب ميمي. يا رب. اليوم الخامس من بعد الاوبر فرح يروح يعمل لي فحص سكانر الحكيم ونشوف يا رب ان شاء الله نتيجة تمام لحتى نعمل العملية. انا عم وثق لكم كل شيء وان شاء الله كل شيء بينزل بوقته. وبتمنى التعليقات تكونوا عم تدعوني انه يتمم كل شيء على خير باذن الله. يلا بس اجي بصير قلبي نطط. انا هيك. اوكي تخطوا شكلي يا جماعه. الفحوصات طلعوا تمام. جاهز بعد شوي للصوره؟ انت ما عندك صوره انا عندي صوره بس. شو هاي لم تعملي حطيتها هون بين. حطيتها هون. انت ما عندك ابره اليوم. ها؟ انت ما عندك ابره اليوم.
ايه ما عندك انت فحوصاتك جود. اوكي بس في ماما بعد. اوكي هلا مخبركم شو بيصير. اوكي شوي بنفوت عند الدكتور بيعطينا النتيجة الأولية، يعني بنعمل الفحص بيعطينا النتيجة الأولية. So nerve-wracking. كثير بتعرف شو بدي اعمل لك؟ كل شخص بده يعمل طفل انبوب. عم فكر اعمل لكم جدول او اطلع بفيديو على قناتي عملناها لكم كل ستيبس، لانه صراحه ما توقعت هيك ابدا. منا هينه بس منا صعبه. اوكي جايز بدي اخبركم شغله، انه هيدي الغرفه هون بالتحديد شغله رح نعملها هلا من بعد 5 ايام. اخذت الابر بده الدكتور يفحصني على هيدي مثل ما شايفين، ومن بعدها بدي اشوف عدد البويضات يلي عندي اياه اذا بقدر اعمل IVF هلا او لا. فبدي اخبركم بشكل سريع انه الابر يلي بدها تعمل IVF كله رح ارجع احكيه بقناتي بالتفصيل. الابر منا هينه بس منا صعبه، يعني بس اول ابره بتحسوا فيها، يعني انتم شفتوا. بعدين خلص تعود جسمي عليها، هلا حاسه بدوخه ما بكذب عليكم لانه رجعنا رحنا شفنا الحكيم. من بعد ما شفنا الحكيم وسحر فاتت لجوا عملت الايكو بيعدوا كم اكس فيه، وعلى هيدا الاساس بياخذوا قرار انه لنكس يومين بعد 3 ايام كم ابره لازم ناخذ، واخر ابره فاعطانا ابره ليومين، واخر ابره شو هي سحر؟ اخر ابره اللي هي عباره عن ابره التفجير يلي من بعدها بيومين دغري شو بدي اعمل العمليه. ويمكن شوف شو صار بابره التفجير. يا ماي جاد هلا حطيت الكليب. بنكت سحر. شوفوها وبنرجع لكم. يحيى نزل يجيب الدواء من الصيدليه يا ميمي. يحيى نزل يجيب الدواء من الصيدليه. لا You got it? He's happy. I'm happy. واخيرا يا يحيى You got that? يس بس في دواء واحدة الساعة 9 بس قالت لي سهلة اترقى نفس الشيء مثل هوليك. شو شكلي؟ بعد يومين للعملية أنا حالتي تعبانة على الآخر، وصار عندنا مشكلة إنه يمكن يطلع شو معنا يا يحيى؟ كورونا. فزراعيمي كثير عم يجعوني ويحيى عم يسعل وحاس حرارته كتير طالعه، فدقيت للحكيم قال لي اكيد ما فيك تعملي العمليه اذا معك كورونا، فروحوا اعملوا فحص الكورونا، وهذا الشيء اللي رح اعمله هلا. صرنا زمان على الشيء وجعتني هالمره ليه؟ صدق زمان ما عادش عندك. صرنا زمان نسينا انه اصلا في كورونا. ما شاء الله على يحيى. يحيى بتاع كله بيعمل 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 فحوصات كورونا، بيعمل كل شيء. والله اللي بيشوفك شو بيقول؟ يحيى بتاع كله. كلكم بالتعليقات اكتبوا له يحيى بتاع كله. هلا زرع شحتين معي كورونا. نسيت هلا نسينا والله. زمان مش عاملينها هيك. صرنا زمان ايه شحتين. يلا خليني اعمل انا واحدة كمان. الله. حتى اكثر من هيك يحيى بيعمل لحاله. بيعمل لحاله. كلينكس لحظة. يلا يحيى للمرة الثانية يا جماعة شو عم يعمل؟ فحص الكورونا. أنا الحمد لله النتيجة سليمة. ما حسيت ما معك كورونا بصير من الأي سي. إن شاء الله الله يسمع منك. يعني إذا ما في عندك كورونا ما فينا نعمل عملية. ويبا الحمد لله هاي فايف. ما في كورونا لا أنا ولا أنت تخيل. وبعت له للدكتور قلت له ما في معنا كورونا. الحمد لله. نحن من إبرة لإبرة من دواء لدواء. هلا يا جماعة هيدا الدواء آخر يوم رح اخده قبل العملية. بعد عندك واحدة الساعة 10. بعد في عندي بكرة واحدة الساعة 10 الصبحية. الساعة 9 بس هول إبر غير. هيدي عند الحكيم بدي أعملها لأنه شوي هيك قوية. هيدي كانت تفجير. فهيدول يا جماعة يحيى عم بجهز لي الدواء ويلا. أنا شو يا جماعة صرت بروفيشنال بالأوبر. ما بتوجع صراحة، بس أول مرة طرق لي إياها هيك ما كنت متعودة عليها، بس الحمد لله هلا كتير متعودة عليها. إن شاء الله خلص هيدا آخر إبرة بعملها وكل شيء بيكون تمام. ادعوا معي، ادعوا لي. لا آخر من هيدا النوعية، هيدا نوعية اللي بتقول ببويضات. فادعوا يا جماعة، اكتبوا لي بالتعليقات يا رب. يلا بسم الله.
حاسس فيها؟ اي اوف بتوجع اليوم ليه؟ ما تنسى كل جسمك كله من جوا عم ينفخ عم يزيد. The time has come. اوكي نحن الساعة 9 لازم تعرفوا شو نعمل، لازم ناخد إبرة التفجير بوف. يلا ادعوا لي يا جماعة، ادعوا لي بعد يومين العملية. شو سحر؟ How you feeling؟ عنا 3 دقايق وبعده بيجي. عندي 3 دقايق وبعد لهلا ما اخذت الإبرة، فكتير موترة انا لأنه كتير في عجقة وما يعطوني على الوقت، لازم 9 فما شاء الله الصيدلية كانت فل. انا توترت ليش؟ لانه بدي اخذ الابره على الساعة 9 والساعة 9 يعني وكل شوي اجل فينا ويمشي حدا قدامنا. اخر شيء قلت له سوري يعني بدي الابره اذا شي جوزي بدق لي اياها، فهيدي الشيء توترت. على 9 و3 دقائق اخذناها بس 3 دقائق 100%. على التوتر حسيناها ولا 20 دقيقة يمكن. ايه وهي لازم الواحد شو بده يكون دقيق يعني خلص على الوقت الابره على الوقت. وصار معنا شغله ثانيه الكورونا. يحيى جرب من ورا ميمي. يحيى على فكره بس ميمي تجرب يحيى دغري بجرب. ما بجرب من شيء بالعالم الا من ميمي يعني. برجع انا بجرب. سو بلشوا زلاعيمي انا حكيت دغري مع الحكيم قال لي ما تبانكي دونت بانيك ما تبانكي. هيدا عملوا فحص عملوا فحص كورونا. سو عملنا فحص الكورونا الحمد لله طلع ما في شيء، بس شو عشنا على اعصابنا ساعتين وحياة الله. هلا يحيى عم ياخذ ادويه لحتى شوي يصح هيك شوي دغري تكون باورفul. وانا باخذ فيتامينات. بكره ماندي اللي حيصير حنبلش ان شاء الله الفيديو الجاي حتشوفوا العمليه. ادعوا لي يمشي الحال. ويا كثير موترين على فكره. هيدي على فكرة بدي خبر شغلة ليك ما بدي اقول صعبة لانه في كثير كمان اشخاص بدهم يفوتوا بهيدي التجربة. صح بس انه منا هينة. حطوا براسكم انه منا هينة، بس بوقت اذا انتم عن جد بدكم عملية شيء بنت عام عملية او انه بنيموها لسحر. انه مش انه انا كنت مفكر انه ولا شيء، انه بتاخذوا بتجربوا بتحطوا اذا مش الحال الحمد لله ما بعرف شو. لا طلع في تفاصيل كتير 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 ومكلفة الشغلة. فاللي كنت عم بحكي انا وسحر فيها حرام لانه بيكون وضعه على قد حاله. اللي بده يعمل هيدا الستيب كيف بده يعملها؟ شو بيقدر انه حرام. بحس دول العالم لازم تساعد بهيدا الشغله، خاصه اذا حدا ما عنده حتى لو واحد طفل واحد. صح انه بدناش نيأسكم كثير. ان شاء الله الفيديو الجاي حتكون فيديو العمليه. شغله بس بشكل سريع قبل ما نخلص حبيبي بدي اقول لهم انه اي شخص بده يفوت بهيدي التجربه واذا انتم عن جد قادرين ما تاجلوها لانه العمر له كتير شغله مهمه بهيدا الموضوع. صح. وشغله الثانيه حالتكم النفسيه كتير مهمه تكون منيحه. يحيى موتر انا كتير موتره بس انا عم جرب قد ما فيي to be strong. very good job. لانه لازم بدي اعمل هيدا الشيء ان شاء الله باذن الله بينجح. انا ايماني برب العالمين كتير كبير، فان شاء الله يا رب يا رب يا رب كل شيء على التيسير مثل ما بيقولوا. ان شاء الله. انتبهوا كتير على حالكم، بنحبكم قد الدنيا. باي.